السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. إن شاء الله نعمل النهارده حاجة حلوة لذيذة على البارد كده يعني، جميلة خالص إن شاء الله تخلص على طول. لو الجو عندِك برد تخلص على طول إن شاء الله تكون سريعة يعني. تعالوا نشوف هنعملها إزاي. عندنا هنا بسكوت، أنا عاملة 700 جرام من البسكوت، ممكن تعملي أقل أو نُص الكمية. أنا جايباه بسكوت من اللي هو المحشي ده اللي بيبقى كل طبقتين بينهم كريمة. ممكن تعمليه بسكوت سادة عادي جدًا. أنا بعد ما فرمته خالص طحنته في محضرة الطعام، هارجّعه تاني وأحط عليه زبدة، معلقة واحدة زبدة على كل الكمية دي، وأحط نُص علبة كريمة، ممكن تستبدلي الكريمة بمعلقة قشطة ونُص كوباية لبن، أو أقل من نُص كوباية كمان. أنتِ بتعجني وبتشوفي القوام اللي هو محتاجه يعني. بافضل يعني أشغّل عليه الhand blender عفوًا محضرة الطعام لحد ما كلّه يتجانس مع بعضه. وباحط بالتدريج الكريمة على حسب ما هو محتاج، هي ده بس ما خدش غير بس نُص علبة الكريمة اللي هي بتكون 200 مِللي دي، يعني نُص كوباية تقريبًا. هاكوّرها بقى كده وأفتّحها وأعملها أشكال زي ما أنا باعمل كده، وعلى حسب ما الجو عندِك، لو الجو عندِك حَر أنا دخّلتها التلاجة لإن عندي الجو حَر، لو الجو عندِك كويس برد يعني مايل للبرد هتشتغلي فيها على طول. أنا باشكّلها كده بالأشكال اللي أنتِ حاباها، أي شكل أنتِ حاباه اعمليه. أنا جايبة مسيّحة شوكولاتة بيضا وشوكولاتة بُني، شوكولاتة عادية جدًا وباحط في قلبها كده، مش أكتر من كده يعني. سهلة جدًا وما فيهاش افتكاسة كتيرة وسريعة كمان، يعني لو عندِك ضيوف ممكن تعمليها وهُم قاعدين. طبعًا لو الجو برد لو الجو حَر شوية لازم بتقعد في التلاجة شوية، بتاع نُص ساعة، ساعة، تمسك نفسها شوية علشان الزبدة اللي إحنا عجننا بيها. لو ما فيش عندِك زبدة ممكن تعجني بمعلقة سمنة عادي جدًا، أو إحنا بس عايزين يبقى الطعم غني يعني. ما فيش خلاص ممكن ما تحطيش، تحطي بس تستبدليها بمعلقة القشطة بتاعة وش اللبن ونُص كوباية اللبن تكنسلي معلقة الزبدة يعني. أنا بعد ما عملتهم كده باجرنش بقى، بتزيني بقى بالمتاح عندِك يعني. سهلة وتعتبر سريعة وحاجة جميلة جدًا. إحنا دخّلتها أنا التلاجة تمسك، لكن هي برضه الجو حَر عندنا جدًا يا جماعة. وهنا بقى قعدنا نعمل أشكال بقى كتير بقى، العيال قعدوا يعملوا بقى كل واحد شاكل هويه يعني، وبتزينيها برضه حاجات يعني حلوة، تغيير يعني وفرحة للولاد يعني. إن شاء الله لو عجبتكم الوصفة إن شاء الله تعملوا لنا لايك وشير، ويا رب نكون أفدناكم. إن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.